قبل ما الام تتجوز الاب كانت على علاقه مع راجل تاني. كانت مخطوبه، كانت متجوزه، كانت اي حاجه. كان في فورمر لاف ستوري وات ايفر. بعد كده العلاقه دي انتهت. فاتجوزت الاب وراحوا مخلفين الولد ده. فاحيان كتيره بتلاقي الولد ده واخد انرجي من الفورمر بارتنر بتاع الام. الاكس بتاعته. ازاي بقى؟ يعني ايه واخد انرجي من الفورمر بارتنر بتاع الام؟ بمعنى ان لو العلاقه دي ما كانتش انتهت نهايه كويسه، نهايه يعني فيها ريسبكت، الانرجي بتاعه العلاقه دي واللي حصل فيها الولد ده بيشيل جزء منها. ازاي بقى؟ هو زعلان منها، هو هيبقى زعلان. ممكن يبقى هو زعلان منها. ممكن لو الام سابت الراجل ده عشان تتجوز الاب ده، عشان الاب ده معاه فلوس والراجل ده ما كانش معاه فلوس، فالولد يحس ان هو is not good enough. زي ما الراجل ده حس ان هو is not good enough. You can say it's karma. هي it's or everything is karma. بس في الحته دي it's very ده one of the exceptions لفكره ان احنا دايما بناخد حاجات من السيستم. هي هنا الراجل ده لو اعتبرنا ان ليه راجل هو مش جزء في السيستم، بس هو زي ما يكون ليه عضويه شرفيه في السيستم. فلازم يعامل باحترام. لو ما عملش باحترام الولد هياخد انرجي كده. فممكن يبقى حاسس ان عنده شعور ان هو not good enough، ممكن يبقى عنده شعور ان هو second best، والشعور ده هيبقى قدام الاب كمان في نوع من انواع الرايفلري. هيبقى حاسس ان هو قدام الاب مش ابن للاب، يبقى زي ما يكون هو جوز الام. فتخلق فريكشن بينهم وبين بعض.